السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بإذن الله هنعمل طريقة الكرنب والفلفل الرومي. اول حاجة خالص نحط زيت، وحطينا البصل، ونفضل ان احنا نقعد نشوح فيها كده، نقعد نقلب فيها. واول ما البصل ما يبدأ ان هو يدبل معانا على طول نروح احنا حطينا الصلصة. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، حطينا الصلصه. وبعد كده اول ما بدأ ان الصلصه تغلي من الجناب، وطبعا كنا مقطعين بقى كزبره وبقدونس وشبت حسب ما انتوا رغبتكم. في ناس بتحط شبت وكزبره بس، براحتكم في كده. وطبعا انا سايبه شويه من بردك الخضره على جنب، انا اخدت نصها وسبت نصها، النص التاني بقى حطيته في الطبق زي ما انتوا شايفين. وحطيت الصلصه اول ما اتسبكت حطيتها عليه، وكنت غاسله الرز وحطيته عليه. التوابل بقى حطيت ملح وفلفل وشوية سكر وشطة وكمون. عايزين تحطوا كركم حطوا، عايزين تحطوا توابل اللحمة حطوا براحتكم. انا طبعا ما فيش الحاجات دي عشان كده معرفتش احطها. بعد كده بدأت ان انا اقلبها واخليها كويس. ده بقى تقطيع الكرنب بتاع حماتي. بقى حماتي بتحب تقطع الكرنب كبير شوية. وجبنا الفلفل طبعا غسلاه وحطيته برضو، واخدت اللي هي الحلة نفس اللي احنا عملنا فيها المحشي، عملت هي فيها، حشينا فيها. هي اخدت اللي هما العروق بتاعه الكرنب، راحت حطاها من تحت، قطعته حتت صغيره بالسكينه وخليتها من تحت. واخدت المحشي زي ما انتوا شايفين، وبدات تحشي المحشي. وحطينا الفلفل، واخدنا شويه شوربه، طبعا عملنا شوربه بالفراخ وكده وحطيناها عليها. واول ما الشوربه اتشربت يعني وطيتها عليه وسبته يستوي براحته. اهو دوت اهو خلص. حماد طبعا قلبته. على فكرة انا ساعدتها والله، ما عملتش كله لوحدها. ويا رب بإذن الله يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.